يبحث الآن على مستوى الخط الأمامي من جانب بكر الهلالي. فرصة ممتازة، تصويبة، هدف جميل، هدف رائع. اللاعب بكر الهلالي كيوضع الكرة في المرمى بطريقة ذكية، مجهود فردي، وكيوضع الكرة في المرمى بعد ما قام بالمراوغة، وبعد ذلك بالرجل اليمنى تصويبة مركزة لم اللي كيمشي بالكرة ديالو، بعد ذلك قام بتمويه ثم تأطير الكرة والتصويبة ديالو بالشكل المباشر والكرة في المرمى، معلنا بذلك عن الهدف الأول في هذه المواجهة، والهدف اللي جاء تقريبا بحدود الدقيقة السادسة. شوفوا الطريقة، تصويبة بالرجل اليمنى لم تترك أي حد لا للحارس ولا للدفاع، هنا كنشاهدوا من مختلف الزوايا. يعني أخرى الخلف هذه ممتازة، كرة عن زكريا حدراف الهدية التي لا ترد، فرصة دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة هدف للرجاء، هدف عن طريق زكريا حدراف اللي قام بمجهود فردي وتمكن من الدخول داخل منطقة الجزاء، وضع الكرة في المرمى، معلنا بذلك على هدف التعادل. هدف التعادل يأتي في هذه اللحظات، مباراة تعد بالفرجة والإثارة، ولو أنه اللاعب زكريا حدراف تصاب في اللقطة الماضية، خطأ على مستوى التمرير زكريا اللاعب الحارس عبد العليم حمدي، الدخول داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة في المرمى. عبد العليم حمدي يعني يمكن نقول بأنه أراد القيام بتمريرة قصيرة ولكن كانت قصيرة بما فيه الكفاية لاستلامها من زكريا حدراف ودخل داخل منطقة الجزاء، ولو الارتماء من جانب يوسف ودايو لإيقاف الكرة الماضية، ولكن لم تكون كافية لكبح لا بأس به، وينذر على أن المقابلة ديال اليوم على الأقل غتعرف أهداف أكثر. كرة ملعوبة من الزاوية، فرصة رأسية، هدف ممتاز الفريق النظرية ديال بركانية، هدف مباغت عن طريق من؟ عن طريق لاباكوجو، الرأسية الفريدة البديعة التي وجدت طريقها نحو المرمى، ويبدو أن الحارس صراحة ممكن نقول بأنه الحارس المرمى احتراف في اتصالات المغرب. هدف رقم 14، الهدف رقم 14 لاباكوجو في الدوري الاحترافي اتصالات المغرب. شاهدوا هنا الطريقة، لأنه حتى أنس زنيتي باش يوقف الكرة كانت صعبة جدا، طريقة ديال إيقاف الكرة حاول ما أمكن أنه يمشي لها. يعني نشاهدوا اللقطة رأسية نزلت بهذه الطريقة هذه، وبعد ذلك محمود بن حليب ضائعة، عمر بوطيب ممتاز، عمر كيلعب الكرة ديالو في الخط الأمامية، هذه محاولة ممتازة رجوية، دخول داخل منطقة الجزاء، ممتازة، محاولة من جديد، فرصة تصويب، هدف تعادل من جانب فريق الرجاء الرياضي مع انطلاقة الجولة الثانية. يعني طريقة جميلة وذكية، دخول داخل منطقة الجزاء، زكريا حدراف في الموضوع المناسب والمكان الصحيح، كيتمكن من بلورة المجهود ديال الفريق ووضع الكرة في المرمى، معلنا بذلك على هدف تعادل. نشاهدون الإعادة والطريقة ديال المراوغة ديال عمر بوطيب، لاعب متمكن، لاعب اللي يحسب له الطريقة الماضية في بناء العملية الهجومية، ثم بعد ذلك كتجي الكرة عند ودحاج، لاعب متمكن. حنا نتابعوا الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة، فرصة ولكن كان قريب ببطء. حنا كنشاهدوا هنا سفيان الرحيمي، الذكاء ديال اللاعب هنا دايو، التدخل ديالو، شوفوا الرجل ديال دايو. نعم، اذا ضربة جزاء صحيحة يعلن عنها. حوار بدر بانون العميد مع الحارس عبد العالي المحمدي، من بإمكانه أن يتألق؟ هل هو هذا الحارس عبد العلي محمدي أم اللاعب بدر بانون؟ تابعوا إذا هذه الكرة، صويبة من جانب بدر بانون، يسجل هدف ثالث للرجاء. الرجاء ينطلق بقوة مع انطلاقة الجولة الثانية. بدر بانون يضع الكرة في المرمى، معلنا عن ثالث الأهداف للرجاء مقابل الهدفين للنظرية ديال برشلونة. وكأني في سيناريو المباراة عن كأس الاتحاد الأفريقي، مباراة الكونفدرالية الأفريقية 4-2، هل بإمكان أن ولو اننا نشاهد هذه الكره هي 3-2، ولكن رده فعل هذه الفريق النظريه الرياضيه بركاني كيفاش ستكون حاجه اخرى. ننوه بالحارس لانه ارتمى، فحتى الرجاء الرياضي ما عندوش في اللقاء لم يتم ايقاف الحساب. نتابع الكره، فرصه رجويه، هدف رابع عن طريق زكريا حدراف. سيناريو اذا ديال المباراه ديال كاس الكونفدراليه الافريقيه يعود 4 ديال الاهداف مقابل 2، هي الحصه النهائيه اللي انتهت بها المباراه بين الطرفين بالملعب
برباعيه. جورج هنا طريقه ديال بناء العمليه الهجوميه، تمريره ممتازه وبالمقاس والتواجد الرائع لزكريا حدراف. هاتريك مميز لزكريا حدراف اللي كيتمكن من تسجيل 3 ديال الاهداف في هذه المقرة ممتازه. محاوله من جديد من جانب محمود بن حليب، امكانيه ديال التصويب، كره ممتازه، دخول داخل منطقه الجزاء، تصويب، عمر بوطيب كيتمكن من تسجيل الهدف الخامس في مقابله اليوم من جانب الرجاء. ريمونتادا رجاويه ان صح التعبير بعد التاخر بجوج ديال الاهداف مقابل هدف واحد. الرجاء يضرب بقوه في مباراه نعم قويه جدا. يمكن نقول بان اللاعبين ديال فريق النظريه ديال بركانيه في حاله ذهول، في موفقه من جانب فريق الرجاء الرياضي، التاخر بجوج اهداف مقابل هدف واحد. بعد ذلك الان 5 ديال الاهداف مقابل هدف واحد. فنشاهد عمر بوطيب هو الاخر له نصيب من كعكه اليوم على مستوى التسجيل، على مستوى التهديف.